السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل التورتية القمراية دي. تورتية عجباني جدا، حلوة جميلة زي صاحبتها. بصوا التورتية ديت 20 في 30. في الصينية المستطيلة الوسط. طلع مش احنا عندنا 3 صواني مستطيلة؟ دي في الوسط بقى، عملتها في الصينية علشان اي حد يقدر يعملها بمنتهى السهولة. بصوا شكلها تحفة ازاي. تورتية طبعا نص كريمة ونص شوكولاتة، بطريقة تزيين حلوة وسهلة وبسيطة وجميلة، واي حد برضو مبتدئ هيقدر يزينها. تعالوا بقى نشوف التورتيه القمر دي عملناها ازاي. بس قبل ما تخش الفيديو بقى ما تنسيش تنسينيش في اللايك والشير. اول حاجه عندي هنا السبونج اللي احنا هنعمله. كانت واحده جميله كده كتبت لي في الكومنتات، تقريبا مش عارفه من المغرب ولا من العراق، مش فاكره. قالت لي انا عايزه سبونج جاهز عشان انا مش عارفه اعمل السبونج البيتي. بصي دول 5 بيضات. ماشي، 5 بيضات، وحطيت عليهم معلقه خل، معلقه فانيليا، حطيت عليهم معلقه صغيره من بتاعه الشاي زي ما انتوا شفتوا كده محسن جل، وحطيت عليهم 500 جرام يعني نص كيلو دقيق سبونج. ماشي، وحطيت نص كوبايه ميه من الحنفيه عادي خالص. يبقى فانيليا وخل و5 بيضات، ومعلقه صغيره من بتاعه الشاي محسن جل، ونص كيلو دقيق سبونج 500 جرام، ومعلقه ونص كوبايه ميه عاديه خالص من الحنفيه. قلبتهم كده مع بعض بس عشان ما يطروش في وشي وبرضه هيطيروا. وهشغل عليهم العجين بقى. دوت لو احنا هنعمل الكيك فانيليا. طب لو احنا هنعمله شوكولاته نفس المقادير، بس هتجيبي سبونج شوكولاته. تمام. طب لو انا عندي سبونج فانيليا، بصوا طار برضه. لو انا عندي سبونج فانيليا وعايزاه احوله لشوكولاته، زي ما هو، مش هقولك شيلي منه معلقه وحطي بدلها معلقه كاكاو، قول لا، حطي معلقه كاكاو على النص كيلو، هو عادي خالص هيتحول معاكي لسبونج شوكولاته. انا خبزت معاكم، بس انا عملت كيكتين، عملت صينيتين من نفس المقاس ده، واحده فانيليا واحده شوكولاته. بس انا خبزت معاكم الفانيليا بس علشان ايه الفيديو ما يبقاش طويل، لان كان مطلوب مني تورتتين نفس المقاس، والتورتتين نص نص ونص، فخدت بقى من نص التورتيه دي وخدت نص التورتيه دي. تمام. 5 بيضات، نص كيلو دقيق سبونج، معلقه خل، معلقه فانيليا، معلقه محسن من بتاعه الشاي الصغيره ديت، نص كوبايه ميه من الحنفيه. وهنضرب الكلام ده كله كويس جدا جدا مع بعضه لغايه لما القوام يعلى ويبقى يعني فومي كده، يبقى كريمي. تمام. بصوا القوام قليل ازاي، هيعلى دلوقتي ويبقى عادي جدا. معلقه المحسن الصغيره دي نقدر نستغنى عنها، يعني لو احنا ما عندناش ومش عايزين نحطها نقدر نستغنى عنها. بعد ما اتضرب شويه كده قلبتهم بقى، جبت اللي فوق تحت واللي تحت فوق عشان بيبقى في حاجات ما اتقلبتش، يعني ما اتضربتش في القعر. آه، عفوا. وبعد كده ايه، جبت صينيه اللي هي الصينيه الوسط في الصواني المستطيله. دهنت الجناب كويس زبده، وفرشت الارضيه ورقه زبده، وفضيت فيها الخليط بتاعي. حتى هي كنت لسه خابزه فيها تورتيه تانية برضو. فخبزت بقى واحده كمان اهي. بصوا بسويها حلو جدا، وهبدها هبدتين محترمين كده، بس هبديها على الارض، ما تهبدهاش على الرخامه عشان الرخامه ما تتكسرش. ودخلتها الفرن على درجه حراره 170 على الرف اللي في النص. قعدت معايا 40 دقيقه، وخرجتها اختبرتها بعصايه شيش كده زي ما انتوا شايفين. لقيتها تمام مستويه، طلعت ما فيهاش اي حاجه، يبقى كده تمام. حطيت ورقه كده على الوش، وهقلب الصينيه، هقلبها واسيبها مقلوبه زي ما هي كده. انتي بقى لو هتعمليها في نفس اليوم تسيبيها لغايه اما تبرد تماما. انا دايما بخبز الشغل من بالليل وبسيبها للصبح، فعبال الصبح بتكون بردت وتلجت. وافضل بكتير ان انتي تخبزي الشغل من بالليل، احسن لك بياما، يعني هيكون النتيجه احسن بكتير. اهي زي ما انتوا شايفين كده. قلبت الصينيه وهسيبها كده بقى لغايه تاني يوم الصبح. تمام. بقى تاني يوم هبتدي اعمل الكريمه. هنا حطيت كوبايتين لبن، وهحط عليهم سكر على حسب الرغبة. كوبايتين، يعني كوبايتين الكريم، كوبايتين لبن احط عليهم كوبايتين كريم شانتيه. انا بحط كوبايتين لبن وكوبايتين ميه. هحط عليهم حوالي تلت كوباية سكر، وطبعا السكر على حسب رغبة العميل. تمام كده. حطيت السكر بقى واللبن مع بعض، وهضربهم كده في العجان شوية، يعني السكر يدوب كده نص ضبابين. وبعد كده هحط عليهم الكوبايتين كريم شانتيه، وكوبايتين ميه ساقعه متلجه. اهم حاجه في الكريم شانتيه عشان يديكي نتيجه حلوه يكون اللبن ساقع متلج والميه ساقعه متلجه. طبعا الكوبايه متطربه لان حطاها جوه شكاره الكريمه، يعني ما مليانه كريمه من بره، لان حطاها جوه شكاره الكريمه وما بطلعهاش. زي ما انتوا شايفين كده. وهحط عليهم معلقتين كريم باستري او باستري كريم. تمام. وهحط عليهم كوبايتين ميه متلجه.
أنا الكوبايتين كريمة بياخدوا معايا 4 كوبايات مَيّة، دي كريمة ريتشي. ناس كتير بتسألني ريتشي والّا هايبر والّا المضرب، المضرب وريتشي نفس القوام ونفس كمية الكريمة ونفس كل حاجة، والفرق بينهم بسيط جدًا، بس ريتشي فيها دسامة أعلى، فالفرق بسيط جدًا في الشكارة أساسًا وحتى في الكيلو، فطبعًا ناخد ريتشي. لكن اللي بيشتغل بهايبر ويقارن هايبر بريتشي، طبعًا ضربتهم كويس جدًا أهو لغاية لمّا إيه، ادّاني القوام اللي أنا عايزاه. أنا المفروض أشيل نُص الكريمة شوكولاتة ونُصّها، بُص دلوقتي افتكرت، ونُصّها فانيليا. يا حُستي أنا يامّا فأنا دلوقتي حطيت كاكاو على الكريمة كلّها، هاعمل إيه؟ الحمد لله اللي أنا افتكرت قبل أمّا أقلّبها، جِبت بولة تانية ولأ وجايبة البولة عشان أنقصها، يعني عشان أقسمها نُصّين، بس نقول إيه بقى، الواحد لمّا بيكون بيشتغل حتى شايفين شكل العجّان، لإن كان عندي شغل كتير، فالواحد بيبقى ساعات فاصل، فهاخد الحبّة اللي أنا حطيت عليهم كاكاو دول هافصلهم بقى كده عن الباقيين، وأقسمهم بقى نُصّين، هاخلّي نُص كده شوكولاتة ونُص إيه، ونُص فانيليا زي ما هو. الحمد لله اللي أنا افتكرت قبل أمّا أقلّبها كلّها، ما كانش هيحصل حاجة، كنت هاضرب كريمة تاني لإن عندي شغل لسه بيه، بس كنت لسه هاضرب وأنا عايزة أنجز، فزي ما أنتم شايفين كده هاقسمهم نُصّين بقى وأخلّي نُص شوكولاتة ونُص فانيليا. زي ما إحنا شايفين كده. بُصّوا أنا عايزة أريّحكم في حتّة الكيك، يعني خبيز الكيك بدقيق الإسبونج الجاهز، أنا طبعًا باستعمل ماركة جولدن بيك، أحسن ماركة دقيق إسبونج ممكن تستخدميها وممكن تنجح معاكِ، تمام؟ آآ كل بيضاية بتاخد 100 جرام دقيق إسبونج، بس كده. عملتِ بيضتين يبقى 200 جرام، 4 بيضات 400 جرام، 5 بيضات 500 جرام، امشي على المقادير دي وهترتاحي جدًا، جدًا، جدًا. تمام. هنا بقى بعد ما ضربت الكريمة وحضّرتها وتمام، هاقشّر التورتاية بتاعتي كده زي ما أنتم شايفين، قشّرتها كده، أقشّرها من تحت ومن فوق ومن الجناب ومن كل حتّة، أنا باحب التورتاية تبقى متقشّرة من كل حتّة كده. طبعًا أنا خبزت تورتتين، واحدة شوكولاتة وواحدة فانيليا، هي بالضبط. لو أنتِ هتستعملي دقيق اسبونج جاهز شوكولاتة، نفس المقادير هي. طب لو هو إحنا عندنا فانيليا وعايزين نحوّله لشوكولاتة، هنحط له معلقة كاكاو بني، كاكاو يعني أسباني. وخلاص. ونقلّبه ويبقى كده تمام. بس بنحط الكاكاو إمتى؟ بعد أمّا نضربه والخليط يرتفع، لو إحنا هنحوّله من فانيليا لشوكولاتة بنحط الكاكاو بقى بعد أمّا الخليط يرتفع. خلاص كده هالِم طبعًا ده كلّه وهابتدي أقسّم التورتاية، هتتقسّم معايا على 3 طبقات حلوين، تمام؟ أهو، طبقة، 2، 3. كمان الطبقة اللي في النُص عالية شوية أهي، التورتاية التانية قسّمتها برضه وقشّرتها وكل حاجة، قسمتهم بالنُص. بُص بقى لمّا نقسم بالنُص، بناخد الجهة دي قصادها الجهة التانية، ما ناخدش الجهتين اللي تحت بعض، لإن ممكن يكون مقاسهم مش مضبوط. هناخد جهة، أنا طبعًا خلاص شِلت واحدة وهاشتغل في واحدة، يعني لو إحنا قسمناهم شُفتوا أنا خدت كل جهة يعني اليمين آخدها مع الشمال، ما آخدش اليمين كلّهم الاتنين اللي تحت بعض، لأ ممكن المقاس ما يبقاش مضبوط. حطيت كده قطعة بقى كريمة على البورد، وبعدين حطيت الكيك سقيته بخليط التسقية، شربات خفيف بارد. أنا سقيت الجزئين الشوكولاتة والفانيليا بشربات خفيف بارد صراحة، وحشيت بقى الكريمة اللي إحنا ضربناها، الجزء الفانيليا حشيته كريمة عادية، والجزء الشوكولاتة حشيته بالكريمة اللي إحنا عملناها حطينا عليها الكاكاو، وهاحط بقى هنا صوص شوكولاتة أو جناش شوكولاتة، وهنا صوص فراولة أو جيلو فراولة. زي ما أنتم إيه، أو طبعًا تقدروا تحشوا أي حشوة، ممكن تحشوا فاكهة، مكسرات، صوصات غير ديّة، بس يعني هي بتبقى ساعات على حسب طلب العميل، وساعات بتبقى ترجع لذوقي، تمام. هنا بقى الطبقة الأخيرة كده هاسقيها، ويعني هاجلِّس كده أشيل أي فرافيت من الجناب كده والّا حاجة، هاساوي الجناب يعني من الكريمة اللي خارجة منها ديّة، وبعد كده إيه، هابتدي أجلِّس التورتاية. التورتاية هنا مش هاجلِّس الجناب بتاعتها تجليس، يا دوبك بس هاحط طبقة كريمة على الجناب خفيفة جدًا، علشان بس لو في فرافيت والّا حاجة من الكيك، تمام. لكن السطح بتاع التورتاية نفسه هاجلِّسه كويس جدًا، هاجلِّسه زي ما باجلِّس أي تورتة عادي خالص. بُصّوا، كده سويت الجناب علشان الكريمة اللي بتبقى خارجة من الحشو وكده. زي ما أنتم شايفين كده. هنا بقى جِبت اللي هي البلبلة بتاعة ورقة الشجر أهي. أنا مش عارفة رقمها بقى. البلبلة بتاعة ورقة الشجر ديّة، حطيت فيها كده نقطتين جيلو فراولة، ماشي، وسِبت بقى الكورنيه دلوقتي، وجِبت هنا الكريمة بتاعتي وهابتدي أجلِّس. بُصّوا حتى أنا مش مغطية الجناب أوي، يعني حاطة يعني زي شرايط كده من الكريمة بس، أنا عايزة بس أغطي الكيك بس، لكن مش عايزة أجلِّسه. هاجلِّس السطح عادي خالص، لكن الجناب لأ. الجناب هنعملها بالشكل اللي أنتم شُفتوه في أول الفيديو. بُصّوا أهو.
كده اعملها يعني اجلسها كلها بقى كده بنفس الطريقة. سهلة وبسيطة جدًا وما فيهاش أي حاجة، تورتاية سهلة جدًا ممكن أي حد مبتدئ يعملها، خصوصًا إن هي ما فيهاش يعني تزيين بحاجات صعبة يعني، إلا بقى الشكل اللي هنعمله في الجناب وده ممكن تستغني عنه خالص وتجلسيها عادي كده من غير أي حاجة. أهو زي ما أنتم شايفين كده. خلاص هنا بقى عندي البلبلة اللي هي بتاعة ورق الشجر، عملت كده زي ما أنتم شفتوا كده، حطيت جيلو فراولة عشان يديني بس إيه تعريجة في ال يعني في البلبلة كده، يعني شايفين التعريجة اللي طالعة دي في جناب البتاعة دي اسمها ايه؟ دي المهم يعني. ماشي. فحطيت جيلو فراولة كده، وحطيت الكريمة بقى وابتديت اعمل ايه، هي مش روزيتات يعني، اعمل كده شرايط كده، بس تخلي ايدك وانتي بتعملي تكشكش، ما تخليهاش تتسحب زي ما دي اتسحبت كده، بصي، لا تخليها تكشكشها، بصي يبقى فيها كشكشه زي اللي في الجنيب دي اهي، ما تسحبهاش مره واحده، لا، يعني انتي اهو، بصوا بصوا عرجيها كده، ايوه كده اهو. تمام، يا رب تكون واضحه. طبعا هلفها كلها بنفس الطريقه كده، الجزء الفانيليا بالفانيليا والجزء الشوكولاته بالشوكولاته اهي، بصوا هنا اهي، تعمل تعريجات كده، بتخلي طبعا شكلها حلو. هي سهلة وبسيطة جدا، لو انت ما عندكيش البلبلة دي استغني عنها خالص، عادي خالص، ممكن تحطي في الجناب شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني وشكرا مبشورة. ممكن تجلسيها عادي زي ما بنجلسها عادي خالص، وتعمليها بالسكريبر المشرشر كده، تشدي خطوط وتبقى شكلها حلو جدا. عادي، المتاح عندك اعمليه، انا بديكي فكرة وانت ممكن تنفذي افكار كتير من دماغك وهتبقى احلى بكتير كمان. اهو، هخلصها كلها بنفس الطريقة كده، سهلة جدًا وبسيطة. بُصّوا بقى، هنا التقفيلة بتاعتها بنفس البلبلة هاقفّل بنفس مش بنفس البلبلة اللي هي بتاعة ورقة الشجر لأ، اللي هي بنعمل بيها الوردة، ماشي، أو أي بلبلة عندِك تقدري تعملي بيها السور ده، يعني أنا بس إيه حزّمتها كده من فوق بسور ومن الجناب، تمام، وفصلت الجزئين كده برضه، الجزء الفانيليا والجزء الشوكولا، أهو. ماشي. هنا بقى دي عندي شوكولاتات اللي هي عارفين المولد اللي هو بتاع القهوة اللي هو حتة سليمة كده بحالها، ده انا صبيته وقطعت منه كده زي مسطرتين حتى طلعت قصيرة فكملتها كده. هحط هنا في الجزء دوت مثلث لوتس، وهنا مثلث نوتيلا، وهنا مثلث دوت هعمله جناش اللي هو الجناش اللي بنعمله ونصبه على التورت، بس هعمله ايه روزيتات. النوتيلا مسيحاها على حمام مائي بمعلقة زيت، واللوتس برضو على حمام مائي بمعلقة زيت. بعد ما عملت اللوتس جبت بس حبة لوتس كانوا يعني هادوا كده ومش مش لسه مش لسه يعني سخنين، لان طبعا لسه كنت مسيحة ديت، لكن الحبة اللي فضلوا كده كانوا لسه ايه، كانوا جمدوا شوية يعني ان كمان الجو ساقعة، فعملت بيهم زجزاج كده على اللوتس. وهنا عندي كيوي وفراولة، الفراولة كان اخر حبة في جيلو الفراولة فقطعتها كده جوه العلبة بتاعت الجيلو نفسها، ويعني لمعتها بجيلو الفراولة، وحطيت هنا مثلث جيلو، وهنا بصوا دوت الجناش بعد ما بيجمد بعمل بيه روزيتات بيبقى تحفة. حطيت عليه حبة بندق، الفراولة طبعا حطيت لها جيلو فراولة كده عشان تتلمع وتفضل محتفظة بشكلها، والكيوي حطيت له جيلي تلميع شفاف برضه عشان يفضل محتفظ بقوامه. وديت مانجا كانت عندي في الفريزر، قطعتها حطيت لها برضه جيلو مانجا، وقلبتها وحطيت كده 3 مثلثات فصل. انا حددت كده بس بالسكينة المثلثات قبل ما احط عليها الفاكهة، لكن ما حطيتش بين كل مثلث ومثلث حاجة، حطيت بس في الشوكولاتة الجزء اللوتس والنوتيلا واللي بالجناش هو اللي حطيت بينهم شوكولاتات كده عشان ما ايه ما يسيحوش على بعض. حطيت كده ورقتين يعني شوكولاتتين من اللي انا بصبهم بتوع ورق الشجر في النص، وحطيت على الجزء النوتيلا 3 وحدات من ورق الشجر، وحطيت على الجزء اللوتس واحدة بسكوت لوتس كده. وهنا هحط في نص الورقتين بتوع الشجر دول اللي في نص التورتايه واحدة كريسب دهبي. كانت عايزة تكتب على التورتايه صاحبتها، فانا كتبت لها كده على لوحة شوكولاتة يعني صباها بالشوكولاتة البيضة، وحطيتها على التورتاية لزقتها كده، لزقت من غير اي حاجة. وده كان شكل التورتاية النهائي، بجد يعني شكلها حلو جدا، والحمد لله طعمها عجب الكل الحمد لله. يا رب تكون طريقتها سهلة وبسيطة وتقدروا تنفذوها، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.